السلام عليكم، نتمنىكم تكونوا كاملين على خير وبخير. الوصفه ديال اليوم غاتو ديال التفاح كراميليزي. فمع التالي ديال الخريف والاول ديال الشتوى، ريحه القرفه مع التفاح، فكنظن وقيتهم هادي. فاول حاجه كنغسل التفاح، كنبدا كنزول له القشره ديالو. غادي نفرقو في النص، غادي نزول له القلب ديالو الوسطاني، وغادي نقطعو مرصويات ماشي كبار. فانا هاد الطرف هذا ففرقته على ثلاثة. ما تقطعوش التفاح مرصويات صغار. فانا هنايا درت ثلاثة ديال التفاحات، عصرت عليهم نص حامضه باش ما يكحلش، وغادي ندوزو باش نكراميليزيو التفاح. في مقله كندير الزبده، كنخليها كتذوب، كنزيد عليها التفاح. غادي نبدا كنحرك بحال اللي كندي، وكنجيب التفاح في داك المقله وكيتشرب داك الزبده واحد 2 3 دقائق. عاد كنزيد عليه السكر. فانا هنا زدت 3 ديال المعالق كبار ديال السكر البني، تقدروا تستعملوا السكر الابيض. فكنبدا كنحرك حتى كيذوب داك السكر كيف ما كتشوفوا معايا. عاد كنزيد القرفه. فهنايا انا درت قول نص معلقه صغيره ديال القرفه. فكنحرك كنحرك حتى كيتعسل داك التفاح مزيان مزيان، وكتذوب داك القرفه كيف ما كتشوفوا معايا. فهنا بارك عليه غادي نزول المقله من فوق الفوطه. فبالنسبه للكاطو درت هنايا 3 ديال البيضات، سكر الفاني، السكر الابيض، وكنحرك حتى كيتخلطوا مزيان مزيان. كنزيد عليهم الياغورت الطبيعي وكنحرك. غادي نزيد الزيت وغادي نحرك. فالمقادير كيف العاده فغادي تلقاوها في صندوق الوصف. كنزيد الدقيق الابيض اللي مغربلاه، والخميره كيماويه، حتى كنحصل على خليط بحال هكا. فالعجينه كيف ما كتشوفوا معايا فكتجي خفيفه، ما كتجيش ثقيله. في مول اللي كنكون دهناه بالزبده رشاه بالدقيق كنخوي العجينه. غادي ندوز دوزه خفيفه بلا سباتيول من الفوق. غادي نحط لي مورسو بحال هكا ديال التفاح اللي عسلنا. داك لاصوص اللي طلق التفاح حتى هي غادي نديرها، رشه ديال اللوز. وغادي ندخل المول الفران على درجه حراره 180 حتى كيطيب. هذا هو الشكل ديالو. كنخليه بطبيعه الحال حتى كيبرد. عاد كنخرجو من المول وكنقلبو. من الاحسن ما ديروهاش والمول باقي سخون فحتى يبرد. كندهنو بشويه ديال العسل وكنرشو برشه ديال اللوز. وهذا هو الشكل ديالو. نتمنى الفيديو تكون كانت خفيفه ظريفه، ونلقاكم على خير والفيديو جديد ان شاء الله. نلقاكم على خير.